مساء الخير، اهلا بكم في بيبي شارك جوه التانك. فيديو جديد بعد غياب شويه كويسين. كنت موقف تصوير عشان بصراحه كان كل ما اجي اصور يحصل دروب في الاسماك عندي، والحمد لله قدر الله ما شاء فعل. دعواتكم ليا بصراحه الحال ويعني ذكر الله على طول في السنتكم عشان خاطر ايه يعني، دي ارواح، فربنا يبارك ليا وليكم في اي حاجه. طبعا باركوا لي مبدئيا كده على الحوض الجديد اللي انا عملته. طبعا كتير منكم ممكن يكون عارف زريعه ايه، هسيب لكم فرصه انتوا تكتبوا في الكومنتات الزريعه دي زريعه ايه بالظبط. وانا هبقول لكم شويه كده. المهم، فالحوض ده عملته مخصوص، وجبت الفلين اللي تحت ده من عم اسماعيل في الزهراء، وثبت عليه الحوض ده 80 في 30. وطبعا زي ما انتم شايفين لسه يعني حاجات بوادر زراعه من حوض تانية كانت عندي، دي طبعا بفقس ارتميا. بس يعني ده اللوتس، ودي الاتش ام، وده الستار جراس، وده الجابي جراس، وشويه عيدان كده، شويه سيفلورا، بارود فيزر، لوتس. بس فبظبط شويه حاجات كده لطيفه. المهم، موضوعنا اللي احنا جايين نتكلم فيه النهارده هو عن نوع اكل معين انا طلعت اتكلمت عنه مخصوص، لان بصراحه حبيت ان انا اشارككم التجربه يعني وتوفروا معايا زي ما انا بوفر. الموضوع كبر مني في الفتره الاخيره، وبدا يبقى عندي الحمد لله الحمد لله، ربنا يزيد عدد احواض محترم يعني. عقبال كل الناس يقدروا يفرحوا بانواع كتير مختلفه، وادعوا لي كده ان شاء الله في الايام اللي جايه في حاجات لطيفه يعني. بس فانا حبيت اتكلم معاكم النهارده عن نوع اكل جديد. هو موجود من بدري طبعا في الاسواق، بس انا عشان لسه راجل جديد في الموضوع، فهو لسه نازل من فتره، ما كانش بينزل باستمرار. اللي بتكلم عليه النهارده هو العلف الدنماركي. طبعا هو مش بيجي ببرطمانات كده، هو بيبقى سايب، انا حاطط برطمانات خاصه بيا. طبعا هو بينزل بثلاث مقاسات. المطحون دوت اول حاجه، ده بتاع الزريعه، وبعد كده اللي هو تقريبا 8 مللي، وفي واحد تاني 1.2 تقريبا، اللي هو يعني كبير ووسط وصغير مطحون. فانا جبت اللي هو الوسط عشان عندي الاسماك كلها جابيز وحاجات زي كده، وجبت المطحون خالص. فالمطحون ده يا دوبك عشان الزريعه، والاكبر شويه ينفع معايا مع كل الاسماك الكبيره. العلف ده من المعروف عليه ان هو العلف ده 60% بروتين، ويعني عاده ما احنا بنيجي ندور ونختار اعلى نسبه بروتين موجوده عشان نقدر ايه نستفاد. معلش بنقطع كتير بس عشان نحاول ايه نجمع لكم اكبر كلام ممكن عن الموضوع. فهو علف دنماركي، نسبة البروتين فيه بتوصل ل 60%، أو هي 60%. ده المتعارف عليه يعني، اللي عرفته من التاجر اللي بيبيع الكلام ده. وهقول لكم يعني في آخر الموضوع. وسألت كمان تحريت الموضوع بعديها، أنا سألت كذا حد برضك بيربي، لقيت إن هو حاجة معروفة ومدرجة في الأسواق، وإن فعلا نسبة البروتين بتاعتها 60%. فدي حاجة حلوة ومبشرة ومفرحة للي يكون واحد زي حالتي كده عنده أكتر من حوض. يعني الموضوع مش مقتصر معاه على حوض أو حوضين، حوض في مكتبة أو بتاع، فهيجيب أي حاجة ومش هتفرق معاه، أو هيأكل مرة في اليوم من أي نسبة أو أي أكل عنده وخلاص. فهو ده اديكم شايفين الكميه دي كده، يعني كمان واخد منها دي كده نص كيلو، فيعني انا جبت كيلو نصين، فالموضوع ظابط معايا الدنيا جامد. والموضوع كله اصلا هيبقى حبايه واحده يعني، وانت مش هتاخد اكتر يعني، مش حبايه واحده اقصد يعني، على حرف المعلقه. هوريكم دلوقتي الموضوع هيبقى عامل ازاي. وشهيه الاسماك عظيمه قوي عليه يعني. طبعا اللي عرف او ما عرفش، هي دي المفروض دي زريه ريد جويل. هبقى اوريكم الاهالي دلوقتي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما شاء الله، يعني الزريعه فايقه عليه. فالحمد لله جامد يعني، الموضوع فارق معاهم. وفي حاجات كمان جسمها فرق وفردت، والدنيا معاها بقت الحمد لله لطيفه. فالحمد لله الحمد لله، ربنا يديمها نعمه. فانا هبدا اوريكم دلوقتي. يعني انا طبعا باكلهم لسه مثلا من كام ساعه، فانا بعود ان الزريعه باكلها 3 مرات في اليوم. واوقات كده بتجنن مني، وممكن مثلا لو انا يومي طويل شويه ممكن يوصل معايا الموضوع ل4 مرات، بس ده مش في كل الاوقات. لكن المعتاد 3 مرات، ساعات مرتين لو انا مثلا مش متواجد. بس فانا لسه ماكلهم من شويه، من كام ساعه، بس هنحاول نجرب معاكم تاني عشان نقدر نعمل الفيديو ده. فانا مثلا ايه، هبدا اخد مثلا كده ايه، يعني حاجات كده ايه طراطيف، اللي هو مثلا حاجات كده، فاهم؟ اللي هو حاجه بالنسبه للكميه لا تذكر. وبعدين دول هيقضوا بزياده كمان يعني. بصوا، هو اول بس ما بيلمحوا ان في حاجه، هيبداوا ايه، يبداوا يطلعوا. بص الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الدنيا الحمد لله في اللطيف. طبعا ده يعني زي ما انتم شايفين، هو نقطه الاكل، نقطه عشان مطحون. عايز بس اوريكم اكبر حاجه يعني. بصوا، هم الله اكبر الله اكبر يعني، هم لسه واكلين. فالموضوع يعني عظيم. بصوا بس الله اكبر. بصوا، والله 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 الموضوع فارد معاهم جامد يعني. انا لسه لحد دلوقتي حالا كده ما اكلتش ارتميا نهائي. كل العمر بتاعهم لحد دلوقتي. بص الله اكبر الزعني، ما شاء الله ما شاء الله. الموضوع في احسن حال يعني. فالحمد لله الموضوع لطيف. عايز اقول لكم ان الكيلو ده حرفيا يعني كيلو علف. بالمنظر اللي انتم شايفينه ده، شايفين علف عامل ازاي، مطحون ازاي، كانت هتقع، ايوه هنخسر كلنا. كانت علف مطحون ازاي. الكيلو عامل 250. لكم ان تتخيلوا ان الكيلو من العلف ده عامل 250 عرض. الفترة اللي جاية دي أعتقد لحد 25. ممكن نستأذن الراجل الطيب ده ونمده لحد آخر الشهر، أو ناخد منه اكسبشن إن هو يعمله شهر قدام، لسه هنشوف.
المهم اي حد يروح يساله، هو العلف ده من عند اسماعيل محمود في زهراء مصر القديمه. والله ما اعلان، انا دافع فلوس حق الحاجات دي. انتوا بقى ممكن تكلموا تقولوا له روق على الراجل. فالحاجات بصراحه ممتازه. هوريكم لسه العلف النص ده، راجل محترم ومعاملته احسن من الممتاز. ممكن تكلموه، لو اللي معهوش رقمه يبعت لي، هبعت له رقمه او ابعت له الجروب الخاص بتاعه. آه، هو في محطه. معلش كل شويه بنفصل بس عشان ايه، نظبط الفيديو. بس فهو عم اسماعيل محمود عنده المزرعه بتاعته في الزهراء، زهراء مدينه زهراء مصر الجديده، زهراء مصر القديمه. دي في المترو كده قبل دار السلام، وهتلاقيها في النص كده ما بين حلوان والمرج. فالدنيا لطيفه. وهو عنده كمان شحن محافظات، وبيشحن في جميع انحاء القاهره تقريبا والجيزه. فلو حد محتاج حاجه يبعت لي، ابعت له الرقم. او هو عنده كمان جروب للمزرعه بتاعته، وراجل محترم عنده اكل ومعدات وعنده سمك وجرش وحاجات كتير قوي كده. ف يعني لو حابين تاخدوا فكرة كده كده، الواحد في الهواية بيحب يشوف ناس مختلفة. عند الراجل ده أو عند غيره يعني. الموضوع مش احتكار يعني، بس كحاجة معلومة أو كحاجة أنا شفتها وجربتها بنفسي من عند حد معين. فحبيت إن أنا إيه أقول لكم يعني، وآخد معاكم التجربة. وزي ما كده قلنا، هي الفكرة كلها إن هو الموضوع موفر. معلش بنعيد كتير في الكلام، بس يعني عشان نأكد المعلومة، عشان الناس تبدأ إيه تبقى واخدة بالها شوية. كيلو من ده هيملى لك حرفيا البرطمان كله. هيقعد معاك يعني عمره. أي نعم، كل واحد على حسب حاجاته. نسلم بس على البيستانوس. كل واحد وحاجته، كل واحد وامكانياته، وعنده حوض قد ايه هيقدر اصلا يحرق الكميه دي ويستغلها في ان هو هياكل فعلا الزريعه والسمك وكل الحاجات اللي عنده، ولا مش هيبقى محتاج دوت. ممكن برضك تجيب من عنده كميه يعني 100 جرام، ربع، نص، اللي انت عايزه تجرب بيه. وصدقني لو الموضوع جربته هتلاقي نفسك، بص هو لسه الحمد لله لسه في منه تاني وبياكلوا منه. فهتلاقي نفسك اصلا حبيته بتجيب تاني. وانا ان شاء الله برضك يعني لو هو بيشوف الفيديو ده احب اقول له انا اعمل حسابي تاني في كيلو او اتنين واتنين ان شاء الله، بس على اخر الشهر كده لو لسه العرض شغال. فربنا يكرم ويوفق الجميع. واللي احنا كنا بنتكلم فيه حوار ان انت التوفير ده، عشان خاطر لو انت مثلا هتستخدم قراص تروبيكال او اي حاجه تانية مثلا، فانت القرص مثلا اقل حد هيبيعه لك بجنيه، ده اقل حد هيبيعه. لو انت عندك حوض واحد بس، فانت عايز يعني بتتكلم في 30 قرص 30 جنيه. فده هو اصلا، ده انت لو بتبيعه بجنيه، فشوف بقى على مدار بقى الفترات التاكيد ده، لو ده غير اللي عنده حوضين، ده غير اللي عنده ثلاثه، ده غير اللي زي حالاتي اللهم صل على النبي، يعني في يعني اوضه كامله حوض جنب بعضيها. ف... فالموضوع مكلف جامد. وانت كمان مش هتاكل اقراص بس، انت هتجيب قشور ايا كان بقى من ايبك، واللي هرشحها لكم برضك قشور محترمه، وخلطه القلب البقري، وخلطه النباتات، الخضار يعني. ده كله حوار. غير ان انت مثلا لو عندك حاجه مثلا عايز تعزز الوانها، فهتجيب لها حاجات معززه الوان. طبعا لحد دلوقتي لسه ما اعرفش الكلام ده معزز الوان ولا لا، بس يعني هو تحس ان هو يعني بيقول هي السمكه مش شفافه قوي. بس اتمنى ان يكون عنده في معزز الوان. بس يعني ما عنديش درايه بالموضوع. ممكن نسال صحاب الشأن او الناس القديمه في المجال، هل اصلا علف الدنماركي بيعزز الوان برضك ولا لا. ولو ما بيعززش هنضطر نشتري له حاجات معززات الوان يعني، وهنظبطها. ده باختصار كل الحاجات. عايز اكل قدامكم من العلف الاكبر شويه، عشان خاطر وطبعا زي ما انتم شايفين انا كده كده بفقس ارتميا، ان هو برضك يعني انت عشان تبقى شاطر. انا عندي في الثلاجه دافنيا مجمده، وعندي ارتميا مجمده، انا اللي بجمدهم. والدافنيا حيه زي ما قلت لكم. والارتميا هي بتتفقس. انا طبعا فاصل الموتيل عشان اعرف اكلمكم وعشان الصوت. والاقراص زي ما قلت لكم، القشور، وعندي راس تروبيكال وراس سبورلينا. فالموضوع لازم يكون عندك يعني تنوع لطيف، عشان ايه تعرف تظبط الدنيا. طبعا ناخد معلقه ايه كبيره شويه عشان اعرف اكل كذا حوض عندي. معلش بقى سامحوني على المنظر اللي هتشوفوه يعني. الحوض مش انضف حاجه بس ايه يعني. خلونا طبعا دي زريعه برضك غبي كده، شويه حاجات مختلفه، عمر اصغر، وهنا العمر الاكبر شويه. فطبعا مش عارف انتوا هتشوفوا ولا لا. انا فاصل المواتير. بصوا هم متركمين هناك. اول ما يشوفوا هيتجننوا طبعا، اتحركوا هم جايين في النص هنا. بس يبداوا يطلعوا بقى، هم يعيشوا بصوا هناك طبعا شويه مستويات محترمه هبدا اعرض منها للبيع، اللي هيبقى حابب ياخد اي حاجه. وعندي طبعا زراعه الريد جويل دي برضه هبدا اطلع منها. في حاجات هنا جابي فانتوم، وفي ريد تيل دامبو اير، وفي شويه كات فيش كده محترمين برضه هبدا اطلعهم. اللي عايز اي حاجه برضك يبعت لي الاول قبل ما انزل العروض. بص هي مستنياني فين، هي عارفه ان انا اول ما بطلع بص اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، الله اكبر يعني. والالوان بتاعتهم الوان دول كانوا عندي برضك من اول ما هم كانوا لسه اقل من شباب، وظبطت معاهم الدنيا يعني لحد ما الحمد لله فرغت فيهم عيش. وفي عيش تاني شغال دلوقتي بيطلع. فدعواتكم كده ان شاء الله الدنيا تكون معايا مظبوطه، عشان نبدا نظبط الناس كلها. اخر حوض بقى ان شاء الله الحوض بتاع البلاتي كده، دي حاجات كده عشان بحب البلاتي. فحطيت له ايه، ايوه رحت فين. والحته الكلر تتر دي عرضها للبيع، لسه ظاهره قدامكم دي، لو حد حابب ياخدها برضه. طبعا ايه ده، شويه تايجر على شويه مولي جولدن على شويه بلاتي محترمين، ميكي وهوستيل وحاجات كده جميله يعني. فيعني الله الموفق المستعان. خليني اوريكم اخر نظره على الحوض الاخير اللي بره
ونقفل الفيديو على كده. اخر حاجه برضك اوريكم ايه الحوض الجابي دوت والبوسيماني. بص بص بص، اللهم صل على النبي، الله اكبر. يعني الموضوع لطيف. انا بنقط يعني فاهم، يعني ما برميش كميه. بصوا يعني الموضوع، بص قد ايه بس على وش الميه. بصوا بص، الله اكبر، يعني ما شاء الله الموضوع لطيف. دي بقى الحبايه اللي هي النص، بصوا ديكوا شايفينها اهي وهي بتنزل. دي الحبايه النص هتخش في ايه. ده طبعا موسيماني شباب، فربنا يكرم يعني الناس كلها. وده حوض الكريبنسس الالبينو والجابي الفانتوم. طبعا مسافه ما انزل الموضوع لطيف يعني. فالله الموفق المستعان. ادعوا لي كده بصباح الحال ان شاء الله والتوفيق. ولو في اي حد محتاج اي حاجه من الكلام اللي انا عرضته ده، انا عينيا ليه يعني. كلمني، سيب لي كومنت واكتب لي وانا اخش اكلمك، او نتواصل على جروب الواتساب بتاعي. هتلاقوا جروب الواتساب اطلبوه مني. الجروب اسمه بيبي شارك اكواريوم، وفي صفحه بنفس الاسم على الفيسبوك، وفي جروب برضك على الفيسبوك بنفس الاسم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك واشتراك في القناه، وسيبوا لي كومنت لطيف. ولو حد محتاج مني العلف طبعا ما ينساش ان هو يبعت لي رقم عم اسماعيل. مش هيأثر معاكم يعني. وقولوا له بقى ان انتوا جايين نتابع كده، وظبطوا له الدنيا. يلا سلام.